وكالة قدس بريس نقلا عن مصدر أمني جزائري أن أطرافا مقربة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومن شقيقه السعيد بوتفليقة تعمل بالتنسيق مع المخابرات العسكرية لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح السياسي الذي تنوي تقديمه للشعب الجزائري كأول عرض بعد انتهاء البرلمان من مناقشة القوانين والتصويت على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب والجمعيات والإعلام. وكان البرلمان الجزائري قد صادق بالغالبية أول أمس الأربعاء على قانون الإعلام الجديد وسط انتقادات نواب المعارضة الذين اعتبروه تراجعا عن القانون السابق. لإلقاء مزيد من الضوء على هذين الموضوعين أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والصحفي الجزائري جمال الدين طالب. سيد طالب، نرحب بك في أضواء الأحداث. يعني اعتزام شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، تنظيم وتشكيل حزب جديد للمشهد السياسي الجزائري استعدادا للانتخابات، هل يمكن أن يكون ذلك جسرا لإيصال سعيد بوتفليقة إلى الرئاسة؟ دعنا نتأكد أولا من المعلومة إذا ما صح هذا الخبر. الكلام أثير من قبل وطرح، بل حتى أن أحد المتحدثين بين قوسين باسم سعيد بوتفليقة طلع في هذه الصحف الجزائرية قبل فترة قصيرة، قبل أشهر، وأعلن فعلا إنشاء حزب لشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن مباشرة ساعات بعد ذلك عاد لينفي ذلك بطريقة مذلة. يعني طبعا كانت هناك من رأى في ذلك ربما بالون اختبار لقياس مدى ردود الأفعال. كانت هناك طبعا ردود أفعال مستغربة وإن لم تكن ربما مستبعدة لهكذا سيناريو، ولكن أعتقد إذا تم المضي في هكذا سيناريو ربما هو استفزاز آخر، هو إشعال آخر لفتيل. الجزائر تعيش كثير من الحرائق من قوسين التي تطفأ ليس فقط ربما خوفا من النظام، ربما حفاظا أو خوفا من الجزائريين أو حرصا من الجزائريين على وحدة البلد وعلى مستقبل هذه المرة لكي لا يعود الجزائريون إلى عدم الاستقرار. هناك حديث عن اجتماعات عقدت في مدينة سكيكدا، وبأن مسؤولين من المخابرات ومن الجيش قد ترأسوا هذا الاجتماع من أجل التحضير للإعلان المقبل عن هذا الحزب. هل يمكن أن يكون هذا دخان بلا نار؟ ولكن هناك أيضا حديث بأن هناك بالعكس أيضا رفض من الجيش، من المتنفذين في الأمن الجزائري، من السلطة العسكرية خاصة في الجزائر، رفض لهكذا سيناريو. لا يريدون لشقيق الرئيس أن يخلف أخاه، بالعكس كانوا يعني أعتقد هناك خلط أيضا دعنا لا ننسى أنه هناك أيضا أطراف سواء في الداخل أو في الخارج تحاول التشويش أو ربما إلقاء الكثير من الضبابية، الكثير من الخلط تعيشه الجزائر الآن، وربما كثير من بالونات الاختبار ربما يكون واحد منها هذا البالون. اسمح لي أن يكون معنا رئيس مبادرة من أجل كرامة الصحفي الجزائري رياض بوخشبة. سيد بوخشبة، نرحب بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث، وسؤالي لك عن قانون الإعلام الجزائري الجديد، كيف تنظر له كصحفي جزائري؟ هل هو فعلا كما قالت أطراف من المعارضة الجزائرية نواب في البرلمان بأنه تراجع عن القانون الصحفي أو قانون الإعلام السابق؟ نعم. كيف تراجع في أي اتجاه؟ نعم، بالطبع سوف لن نكون متشائمين إن قلنا أن قانون الإعلام المصادق عليه يوم 14 ديسمبر من طرف نواب الشعب في الجزائر لم يحقق ولم يستجيب لأمالنا وطموحاتنا كصحفيين. لطالما انتظرنا صدور هذا القانون منذ 19 سنة أو أكثر. طب هذا القانون يعني هناك مواد فيه تتحدث عنها أطراف صحفية بأن هذه المواد بدلا من أن تعطي الصحفي الحرية في العمل والحرية في مساءلة المسؤولين الجزائريين، هي تقيده في شروط يعني تجعل الصحفي مقيدا بالأمن الوطني، مقيدا حتى المصالح الاقتصادية. كيف يمكن للصحفي الجزائري أن يعمل في ظل وجود مثل هذا القانون الجديد؟ طبعا تضمن القانون في مادته الثانية ما نسميها نحن بالموانع الثمانية
فيها ما هو معقول فيما يتعلق بالمساس بنصوص الدستور وبمبادئ ومقومات الأمة الجزائرية ومسألة الدفاع الوطني، ولكن فيها ما هو غير معقول كمسألة سر التحقيق القضائي ومسألة المصالح الاقتصادية ومسألة حفظ النظام العام. فنحن كصحفيين نظرنا إلى هذا القانون على أنه أداة قانونية تنظر للصحافي الجزائري وكأنه عدو للدولة، وهذا غير صحيح. نحن صحفيون كنا ولا زلنا وسنظل إلى جانب الدولة وسيادتها والدفاع عنها والذود عن كرامتها، ولكن أن نقيد بمواد بمثل هذه المواد فهي بمثابة نصفها نحن هنا في الجزائر بالرقابة الذاتية على كتابات الصحفي، فضلا على كونها لم تأتي بتوضيحات. فما المقصود مثلا بالمصالح الاقتصادية للدولة؟ هل عندما نكتب وننتقد مسار أو سياسة اقتصادية معينة نكون قد ألحقنا مساسا بمصالح الدولة الاقتصادية؟ والمقصود كذلك بسر التحقيق القضائي. كثيرا ما تكتب الصحافة هنا في الجزائر عن قضايا الفساد إلى غير ذلك. هل معنى هذا أن الصحفي لم يكتب بعد اليوم على قضايا الفساد مثلا في الجزائر؟ طيب، هل قمتم بمطالبة المسؤولين الجزائريين بتوضيحات عن ما المقصود من هذه المواد التي تعتبرونها مكبلة للعمل الصحفي؟ هل ممكن تعيد لي السؤال؟ لم أسمع سؤالي جيدا. هل قدم المسؤولون الجزائريون الذين قدموا هذا القانون الجديد للإعلام إيضاحات حول المواد الملتبسة؟ هناك مادة تلزم الصحفي باحترام القيم الروحية للمجتمع والهوية الوطنية ومتطلبات أمن الدفاع، أمن الوطن، المصالح الاقتصادية، كل هذه المواد يعني فيها جانب من الغموض. هل طلبتم تفسير هذا الغموض من قبل المسؤولين المسؤولين الحكوميين؟ الرجاء لم أسمعك جيدا، لو تعيد سؤال باختصار جدا. سؤالي باختصار مرة أخرى، هل قدم المسؤولون الجزائريون الذين عرضوا هذا القانون أي توضيح أو تفسير له؟ والله لم أفهم سؤالك. طيب. على كل حال سيد رياض بوخشبة، هناك صعوبة في الاتصال، سنحاول ربما الاتصال بك إذا حلت هذه المشكلة الفنية. إلى حين، شكرا جزيلا لك رياض بوخشبة، رئيس مبادرة من أجل كرامة الصحفي من العاصمة الجزائرية، كنت معنا عبر الهاتف. سيد جمال الدين طالب، يعني هل هذا القانون الجزائري هو قانون كما تريده الدولة، كما قدمت له هذا الدولة بأنه قانون عصري، بأنه قانون ينهي احتكار الدولة ل50 عام للقطاع السمعي والبصري، على اعتبار بأنه يسمح لأول مرة للمؤسسات الخاصة بفتح قنوات تلفزيونية وإعلامية، أم أنه تراجع عن القانون الصحفي، القانون الإعلام السابق؟ المثير ربما للسخرية أنه ربما حتى وإن أقر هذا القانون، حتى كل القوانين لا تطبق في الجزائر. حتى لا، مثل ما قال لي قبل أن أدخل فقط بدقائق زميل الصحفي الجزائري، قال لي كل القوانين يا ريت القوانين تطبق، يعني على رغم تعسفي لا قانون المرور مطبق، لا قوانين محاربة الفساد مطبقة، لا قوانين التداول السلمي على السلطة مطبقة، كل القوانين في الجزائر غير مطبقة. هذا مشكلة أخرى ومجال آخر من النقاش، ولكن القانون بحد ذاته، القانون الإعلامي الجزائري، يعني هل في نصف الكأس الفارغ الكثير عن نصفه الملآن؟ كيف تنظر إلى الصورة بالنسبة للصحف الجزائري خاصة، لأنه ربما معني نوع من الاستفزاز. كذلك في قوانين أخرى في للمواطن الجزائري، المواطن الجزائري البسيط، وكأن الدولة تستفزه، تقول للصحفي بتعبير جزائري بسيط دز معاه، يعني نعمل ما نشاء وأنت أذهب إلى الجحيم بلط البحر بتعبيركم الشرقي، يعني بالجزائري يقول دز معاه. يعني وزير الإعلام الجزائري يخرج كما تقول صحيفة جزائرية، صحيفة الخبر، يخرج منتشيا وكأنه حقق انتصارا كبيرا بتمرير هذا القانون الذي فيه الكثير من القضايا المثيرة ربما للضحك. نفهم أنك ربما أن تضع خطا أحمر وخطوط حمراء على الهوية الوطنية التي تتطاول على ثوابت الجزائر، على ثوابت الجزائر، مثلا الدين، نعرف ثوابت الجزائر، يعني الدين والعرق، يعني الجزائر بلد مسلم بعد عروبي وفيه الجانب الأمازيغي أيضا مهم، طبعا هذا مهم جدا، هذه ثوابت من المنطقي عدم المساس بها، ولكن أن تصبح المصالح الاقتصادية ما يشبه ثوابت، يعني خط أحمر، أمر مستغرب. يعني كيف إذا كمثل ما أشار جميعنا من الجزائر، الصحفي الجزائري يعني وطني يعرف مصلحة بلده، إذا تطلب الأمر وإذا كان فيه فعلا سر يضر بمصالح الجزائر لا أعتقد أنه سيفشيه.
أما إذا كانت تتعلق الأمر مثلا حتى من الجانب الأمني، من الجانب المتعلق بالسر الأمني، فعلا يعني هذا خط أحمر في كل البلدان، في بريطانيا وفي كل مكان. يعني الصحف البريطاني برغم تحرره مثلا، إذا كانت مسألة تتعلق بالأمن القومي البريطاني مستحيل أن يكشفها. ولكن إذا تعلق الأمر مثلا بقضايا فساد، بقضايا صفقة أسلحة فيها فساد، هل على الصحفي أن يغض الطرف؟ هناك قضية أخرى أيضا مثيرة للاستغراب، قضية أن السياسة الخارجية أيضا مقدسة لا يجب المساس إليها. هل من المنطق أن يسكت صحفي جزائري على حنين بين قوسين وزير الخارجية الجزائري ولكن هذه الحقبة الاستعمارية، وزير الخارجية الجزائري ميدلسي صوت عليها نوابكم في البرلمان الجزائري؟ نوابهم اسمح لي أن أسأل أحد النواب في البرلمان الجزائري معي عبر الهاتف من الجزائر، سيد علي الإبراهيم. بداية سيد علي الإبراهيم، هل صوتت لقانون الإعلام الجديد بنعم أم لا؟ نعم. تسمعني سيد الإبراهيم؟ نعم. سؤالي بداية، قانون الإعلام الجديد بما صوتت عليه؟ صوتت بلا. ولماذا؟ لأنه أعتبر أنه يتركز على سياسة تسلطية ديكتاتورية. أولا يفرض فيما يخص خلق إنشاء النشريات، يعتمد بنظام الاعتماد، ونظام الاعتماد نظام بيروقراطي، وأنا كنت أفضل نظام التصريح. ثانيا هناك يفرض على النشرية وعلى رجال الصحافة شروط أيديولوجية تحت غطاء قانوني، مثلا كفرض عدم المساس بمصالح الدبلوماسية الجزائرية. وأنا لا أعرف ما هي مصالح الدبلوماسية الجزائرية. نحن لسنا متفقين على ما نضعه في هذا المصطلح. إذن لماذا برأيك يمرر مثل هذا القانون من خلال البرلمان الجزائري؟ هذا القانون على كل حال كان تقريب نفس القانون في التسعينات، ولكن لم يطبق. هذه محاولة أخرى من طرف السلطة لتطبيع الحق الإعلامي بتسليط قرار الإدارة وقبضة الإدارة وقبضة السلطة على الصحافة. طيب، الآن هنا أيضا هذا يندرج في إطار مراجعة الدستور وقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخابات. في مجال الجمعيات المدنية كيف تنظرون أيضا للقوانين المنظمة لعملها؟ قانون الجمعيات هو تراجع تراجع صارخ وصريح على مكاسب دستور 1989، إذ أن دستور 1980 وقانون 90 للجمعيات ينشأ نظام تصريحي يقوم على تصريح بالجمعية. هذا القانون الجديد دخل نظام اعتماد بيروقراطي كما هو الحال مع الأحزاب السياسية ومع إنشاء النشريات. يعني كيف سينعكس برأيك سيد الإبراهيم هذا على الجمعيات الموجودة الآن وعلى من يريد أن ينشئ هذه الجمعيات؟ هل هذه الاعتماد البيروقراطي سيجعل تشكيل جمعية جديدة أمرا مستحيلا مثلا؟ ليس فقط هذا بل الشروط الأخرى المفروضة على الجمعية، منها مثلا عدم التدخل في شؤون داخلية للبلاد. يعني نحن الشعب الدولة الوحيدة التي خلقت تهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ضد مواطنيها. يعني إذا مثلا كجمعيات إذا لم يكن أبناء البلد يتدخلون بشؤون بلدهم فمن سيتدخل؟ هل هذا برأيك، الآن سؤالي الأخير لك سيد علي الإبراهيم، هل هذا يصب في مسعى الإصلاحات التي اقترحها الرئيس الجزائري
بوتفليقة إلى تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية والفردية؟ نحن لسنا في مسار إصلاح، نحن لا زلنا في مسار